Focus is power. We need our customer avatar. يا هدى، فكرت في موضوع الأكاديمية بتاعتنا دي، حاسة إن الفرحة هتطيرنا من مكاننا، بس لازم نركز قوي عشان ما نبقاش زي أي حد. يا بنتي نركز إيه بس؟ إحنا عايزين كل الناس تيجي عندنا، كل اللي عايز يتعلم أي حاجة في الدنيا يجي عندنا، عايزين الدنيا كلها تسمع بينا. لا يا هدى، ده تفكير الأفري وان اللي هو في الحقيقة نو وان. فاكرة لما اتكلمنا وفهمنا إن اللي بيستهدف الكل كأنه ما بيستهدفش حد؟ ده بيخلي التسويق بتاعنا ضعيف وما يتفهمش. إيه ده؟ يعني لو بعت لكل الناس رسالة مفيش حد هيرد؟ أنا كنت فاكراها شطارة وفن في الإغواء. أبداً يا قلبي، ده احنا كده هنبقى زي الرامي اللي في وسط الضباب عمال يرمي سهام في كل حتة على أمل يضرب الهدف، وإحنا ما عندناش سهام فلوس كفاية عشان نعمل كده ونفضل نرمي يمين وشمال. يا لهوي، يعني مفيش سهام؟ خلاص نبيع سهام ونجيب فلوس، ولا أقولك نركز على نوع معين من الطلاب زي الليزر كده بالظبط. أيوة بالظبط، دي النيش ماركتينج يا هدى، زي ما وصفناها بإننا بنكون السمكة الكبيرة في بركة صغيرة، مش سمكة صغننة تايهة في محيط كبير. كده هنبقى مركزين قوي ونقدر نسيطر. يعني ما نعملش كل الكورسات، مثلا لو هنعمل كورس للغات ما نعملش إنجليزي وفرنساوي وألماني وصيني وياباني ودويتش. مش فاهمة فين البهجة في كده؟ بالظبط، بيقولوا إن التركيز ده هو القوة. ممكن نركز مثلاً على إنجليزي للموظفين اللي بيشتغلوا في شركات مالية وبيعانوا من الأرقام الصعبة ومصطلحات البورصة المتفزلكة. شوفي بقى، ده نيش ضيق وإنش واسع وميل غوزت. يا لهوي، ده مين اللي هيشترك في ده؟ بس لو حد اشترك أكيد هيبقى فاهم إن الإعلان ده عشانه هو بالذات، وإننا فاهمين اللي في دماغه بالظبط. هي دي الفكرة يا هدى، عشان كده لازم نعمل أفاتار. عارفة يعني إيه أفاتار؟ أفاتار؟ يعني هبقى زي بطلة فيلم أكشن كده، ولا هبقى شخصية خيالية براس كبيرة وعينين خضرة وشعر أزرق؟ لا يا هبلة، الأفاتار ده إنك تتخيلي العميل بتاعك بالتفصيل الممل، كأنك رسام بوليس بتجمعي تفاصيل كتير قوي عشان ترسمي صورته في خيالك وتفهمي حياته من وجهة نظره. يعني نعرف هو عنده كام سنة، ساكن فين، بيحب الشاي ولا القهوة، وعنده قطة اسمها سبرينكلز ولا لأ. يا سلام على التفاصيل. أيوة كده، ونعرف هو بيقرأ إيه، بيعمل إيه في أوقات فراغه، وإيه اللي بيخليه مش بينام بالليل ومقلبه. لازم نفهم إيه اللي بيخليهم قلقانين ومتضايقين، عايزين نعرف أدق التفاصيل اللي بتحرك فيهم. أنا هتخيل طالب عندها 30 سنة اسمها هبة، الموظفة، بتصحى الصبح متأخرة وبتنسى مواعيد الكورسات عشان بتسهر تتفرج على نتفليكس، وبتتضايق إن الواي فاي بيفصل في أهم جزء في المحاضرة. وإيه اللي بتكرهه؟ بتكره المواعيد الصعبة اللي بتنسيها، وعايزة كورس يحسسها إنها مميزة وإنها تقدر تتعلم بالليل وهي لابسة البيجامة ومحدش يلومها. أبداً يا قلبي، ده احنا كده هنبقى زي الرامي اللي في وسط الضباب عمال يرمي سهام في كل حتة على أمل يضرب الهدف، وإحنا ما عندناش سهام فلوس كفاية عشان نعمل كده ونفضل نرمي يمين وشمال. يا لهوي، يعني مفيش سهام؟ خلاص نبيع سهام ونجيب فلوس، ولا أقولك نركز على نوع معين من الطلاب زي الليزر كده بالظبط. أيوة بالظبط، دي النيش ماركتينج يا هدى، زي ما وصفناها بإننا بنكون السمكة الكبيرة في بركة صغيرة، مش سمكة صغننة تايهة في محيط كبير. كده هنبقى مركزين قوي ونقدر نسيطر. يعني ما نعملش كل الكورسات، مثلا لو هنعمل كورس للغات ما نعملش إنجليزي وفرنساوي وألماني وصيني وياباني ودويتش. مش فاهمة فين البهجة في كده؟ بالظبط، بيقولوا إن التركيز ده هو القوة. ممكن نركز مثلاً على إنجليزي للموظفين اللي بيشتغلوا في شركات مالية وبيعانوا من الأرقام الصعبة ومصطلحات البورصة المتفزلكة. شوفي بقى، ده نيش ضيق وإنش واسع وميل غويط. يا لهوي، ده مين اللي هيشترك في ده؟ بس لو حد اشترك أكيد هيبقى فاهم إن الإعلان ده عشانه هو بالذات، وإننا فاهمين اللي في دماغه بالظبط. هي دي الفكرة يا هدى، عشان كده لازم نعمل أفاتار. عارفة يعني إيه أفاتار؟ أفاتار؟ يعني هبقى زي بطلة فيلم أكشن كده، ولا هبقى شخصية خيالية براس كبيرة وعينين خضرة وشعر أزرق؟ لا يا هبلة، الأفاتار ده إنك تتخيلي العميل بتاعك بالتفصيل الممل، كأنك رسام بوليس بتجمعي تفاصيل كتير قوي عشان ترسمي صورته في خيالك وتفهمي حياته من وجهة
وجهة نظره. يعني نعرف هو عنده كام سنة، ساكن فين، بيحب الشاي ولا القهوة، وعنده قطة اسمها سبرينكلز ولا لأ. يا سلام على التفاصيل. أيوة كده، ونعرف هو بيقرأ إيه، بيعمل إيه في أوقات فراغه، وإيه اللي بيخليه مش بينام بالليل ومقلبه. لازم نفهم إيه اللي بيخليهم قلقانين ومتضايقين، عايزين نعرف أدق التفاصيل اللي بتحرك فيهم. أنا هتخيل طالب عندها 30 سنة اسمها هبة، الموظفة، بتصحى الصبح متأخرة وبتنسى مواعيد الكورسات عشان بتسهر تتفرج على نتفليكس، وبتتضايق إن الواي فاي بيفصل في أهم جزء في المحاضرة. وإيه اللي بتكرهه؟ بتكره المواعيد الصعبة اللي بتنسيها، وعايزة كورس يحسسها إنها مميزة وإنها تقدر تتعلم بالليل وهي لابسة البيجامة ومحدش يلوم.